قال إشو بدهم يحاكموا أحمد الشرع في المحاكم المصرية. ليش؟ قال لأني ارتكب مجازر ضد العلويين في الساحل. صار فينا المثل اللي بيقول ضربني وبكى سبقني واشتكى. هدول الجماعة اللي كانوا يدعموا الأسد على مدار 14 سنة قمنا بالزخائر بإزالة هذه والقذائف وما خلوا الصواريخ شيء لما العنقودية دعموا من فيه. منازل المواطنين حتى بالرأي العام العزل. هذه الصواريخ نسوا هي يحاسبوا صواريخ الأسد مصرية على الصنع، مدار 14 وكتب عليهم سنة وأعدوا ليش عم لهم ما يقتل استطعتم من شعبه. قوة. ما خلى إيران الهيئة وما خلى العربية روسيا وما للتصنيع خلى حدا ما مصنع جابوا على صقر، سوريا حتى ومعروف أنه يقتل هذا مصنع صقر هو الشعب. مصنع مصري. بالأخير بعد ما انتصرت الثورة السورية الشريفة الطاهرة على هذا المجرم المجوسي الكافر، قاموا بدهم يرفعوا قضية ويحاكموا القائد اللي حررنا من هالمجرم هاد. بدهم يرفعوا ضده قضية بالمحاكم المصرية. طب شو رأيكم نقلب الآية؟ نحن نشتكي عليكم انتوا كنتوا تدعموا بشار الأسد بالصواريخ، وفي إثباتات على هذا الشيء، في إثباتات وصور على هذا الشيء. تمام؟ نحن بنرفع ضدكم قضية. طب سؤال، انتم مستعدين ترفعوا قضية ضد حكام العالم هدول المجرمين ولا بس أحمد الشرع؟ ترى في جنبكم واحد اسمه نتنياهو، جنبكم هون الحدا على الحدا. أنا عم بذكركم فيه، بجوز انتم ناسيانينه، بجوز هذا بده ياخد شقفة على أساس من سينا. تمام؟ وانتم نايمين نوم العوافي. مستعدين تحاكموه ولا بس أحمد الشرع؟ يا إنسانيين، لو انكم إنسانيين من جد كنتوا فتحتوا الحدود لأهل غزة اللي تدمروا وماتوا تحت المباني، صاروا أشلاء بسببكم انتو وتعاملكم وخذلانكم لإلهم. يا إنسانيين، لك ابني، وروحوا التهوا في بلدكم، وروحوا عمروا بلدكم، وركزوا على بلدكم. والله لو انكم مركزين على بلدكم كل هالشي كنتوا هلأ انتو اللي بتصدروا الرز والسكر للعالم، مو بتشحدوه. يا ما بعرف شو بدي أقولكم. وتحياتي للشعب المصري الشريف، وكلامي هاد موجهه لفئة معينة من الناس وهن بيعرفوا حالهم.